أهلا بكم متابعينا الكرام على قناتكم قصص واقعية. قصصنا من الواقع، أبطالها رجال ونساء فتحوا لنا قلوبهم وحكوا لنا حكاياتهم، وأنا بشاركها معاكم علشان تعم العبرة والعظة. يلا بينا نبتدي قصة النهاردة. قبل ما أبدأ الحكاية هعرفكم بنفسي. أنا اسمي أمال، أم البنت واحدة، عندي 40 سنة بس اتجوزت وأنا صغيرة وجوزي توفى. كنت بربي بنتي. عمها جه في يوم وخبط على الباب، قال لي جرى ايه يا ولية؟ انت نايمة على ودانك ولا ايه؟ قال لي فين حبيبة حبيبة عمها؟ قلت له عايز حبيبة في ايه؟ دخلتك دي لازم يكون وراها حاجة. قال لي هنقف نتكلم كده من على الباب؟ اوعي كده دخليني. دخل وقعد وقال لي جايب لها السعد والهنا كله، عريس انما ايه؟ قلت له يا خبر ابيض، عريس لمين؟ لحبيبة؟ ازاي ده عيلة وعندها 18 سنة. قال لي وانت يا اختي ناسية انك اتجوزتي اخويا وانت في السن ده الله يرحمه؟ بقول لك ايه يا ولية، الراجل راجع من بره ومعاه قرشين حلوين وهيجي بكرة يشوف البنت. قلت له منك لله، مش كفاية اخد فلوسنا؟ حرام عليك. قال لي حرمت عليك يا عشتك، اوعي كده من وشي، وبكرة اجي الاقي البنت جاهزة، سامعة ولا لا؟ وبعدها مشي. خرجت بنتي من اوضتها وقالت هو في ايه بالظبط يا ماما؟ ماله عمي كان عمال يزعق معاكي كده ليه؟ قلت لها عمك جايب لك عريس وانا مش عارفة اعمل ايه يا بنتي. قالت لي عمالة اقولك تعالي نمشي من هنا، انا مش عايزة اقعد في البيت ده تاني. هو عمال يتحكم فينا بالقرشين اللي هو بيرمهم لنا كل اخر شهر. قلت لها والله يا بنتي مش عارفة اقولك ايه، هنروح فين بس؟ ما انتي عارفة البير وغطاه، ومعناش حتى فلوس ناخد شقة تانية. قالت لي طيب هو انتي ناوية على ايه؟ ناوية تجوزيني؟ قلت لها ما تشوفي العريس، مش يمكن يطلع كويس يا بنتي ويرحمنا من العيشة اللي احنا عايشينها دي؟ قالت لي انا عمري ما هقبل اعيش اي عيشة والسلام علشان خاطر انتي خايفة تقفي قدام عمي. بجد انا زهقت. بعدها دخلت الأوضة. تاني يوم جه عمها ومعاه العريس، شاب عنده 38 سنة، أسمر شوية بس شكله مش وحش. وقعد هو وعمها. عمها قال له إن شاء الله عروستنا هتعجبك وهنتفق على كل حاجة النهاردة بإذن الله. دخلت لهم الشاي، قلت له اتفضلوا الشاي. البنت بتلبس وجاية على طول. العريس قال طيب افردي وشك شوية علشان الموضوع يكمل على خير. قلت لهم هروح أجيب الحلو. خرجت والعريس قال له لو العروسة طلعت حلوة واتفقنا على كل حاجة الفرح هيكون بعد بكرة إن شاء الله. عمها قال له مفيش فرح هيتم قبل ما نعمل اللي اتفقنا عليه. هتديني مبلغ محترم ومش عايزه ليا، لا تقولي إني طمعان ولا حاجة، دي الفلوس اللي صرفتها عليها. العريس قال له لو انت فاكرني ان انا مدير بنك، انا كنت مسافر بره بس برضه مش معايا فلوس كتير زي ما انت متخيل كده. وبعدين انا لو حسيت كل شوية ان الجوازة دي انك طمعان فيا انا هلغيها. في الوقت ده دخلت الأوضة لبنتي وبنتي قالت مساء الخير. هو أول ما شافها قام وقف وقال مساء الفل، معقولة في حد بالجمال ده؟ تعالي يا عروسة اقعدي جنبي. عمها قال له جنبك ايه؟ في ايه يا عريسنا؟ ما تاخد بالك، احنا هنا عمرنا ما هنقبل الكلام ده، احنا دمنا حر. ادخلي يا بت جوه. وبعدها دخلت. العريس قال له حلو قوي، انا موافق على اي حاجة انت عاوزها ونكتب الكتاب بكرة. عمها قال له بلاش تبقى مستعجل قوي كده يا عريس، خليها زي ما قلت لك، بعد بكرة نتقابل علشان تدفع لي الفلوس اللي قلنا عليها. وبعدها مشيوا. كانت بنتي قاعدة في الأوضة وعمالة تعيط. وفعلا جه يوم الفرح، دخلت وقلت لها قومي قيسي الفستان ده يا حبيبتي، قومي يلا البسيه علشان الكوافير جاي، خلاص في الطريق اهو، البسي الفستان الجميل ده. قالت لي حرام عليكي يا ماما، هو انا مش صعبانة عليكي؟ انا مش عايزة اتجوز البني ادم ده. قلت لها طيب هنعمل ايه يا بنتي؟ ما انتي عارفة عمك كل يوم هنتكلم في الحوار ده. قالت لي يلا بينا نمشي من هنا. رحت جايبه لها علبة الشبكة وقلت لها دي شبكة العريس، خديها وبيعيها وشوفي لك شقة بعيدة عن هنا وعيشي فيها. الكلام ده
قلت لبنتي. قالت لي طيب وانت يا ماما هتعملي ايه؟ انت مش قد عمي، مش هتقدري تقفي قدامه. قلت لها مش انت بس، وانا هشتري تليفون وهبقى ارن عليكي واياكي تردي على اي حد. قالت لي خدي بالك من نفسك. وفعلا بنتي مشيت بالليل. جه عمها ودخل الأوضة وأنا كنت لابسة فستان الفرح. قال لي أمك فين؟ عمالة أدور عليها. وبعدها شافني وقال لي إيه يا ولية؟ إيه اللي انتي عاملاه في نفسك ده؟ هو انتي ليه لابسة فستان الفرح؟ قلت له أنا اللي هتجوز. البنت خلاص مشيت ومش هتعرف تجيبها، أنا لا يمكن أعمل في بنتي كده. قال لي انتي ازاي تعملي كده يا ولية يا مجنونة؟ ده أنا واخد منه فلوس، ما تعرفيش ممكن يعمل فيا ايه لو انا مرجعتهالوش. البنت راحت فين؟ قلت له قدامك حل من الاتنين، يا تخرج تجوزني ليه وانا مش هخرج من الاوضه دي الا بعد كتب الكتاب، يا اما هخرج انا واقول له مفيش بنات للجواز وساعتها هياخد الفلوس منك. قال لي ماشي انا هعمل كده، بس عشان اخرج من المشكله اللي انا واقع فيها، بس بعد كده مش هتعرفي عني اي حاجه. قلت له مين قالك ان انا عايزه اعرف عنك حاجه اصلا؟ اخرج يلا وكمل الجوازه. وبعدها خرج وكان قاعد العريس. وبعدين عمها قال له والله مش عارف اقول لك ايه، العروسه عايزه مؤخر 1,000,000 جنيه. قال له مليون ايه؟ مليون ايه ان شاء الله؟ لا طبعا مش موافق. عمها قال له اهدى بس يا عريس، الكلام اخد وعطا، ما ينفعش كده، هي عايزه تضمن حقها، هي لسه عارفاك امبارح، يعني عارفاك جديد، ومن حقها ان هي تضمن حقها. قال له بس 1,000,000 كتير قوي. قال له معقولة كتير على عروستنا؟ وفعلا كتبوا الكتاب أخدني وروحنا. كنت حاطة الطرحة على وشي. العريس قال لي وانت هتفضلي مكسوفة كده؟ ما تشيلي الطرحة بقى. وبعدها شلت الطرحة. قال لي ايه ده؟ انت مين؟ انت ازاي العروسة؟ مش انت امها؟ قلت له اه انا امها. وبقول لك ايه، يا تعيش بما يرضي الله، يا اما هاخد 1,000,000 اللي انت كاتبهم لي في قال لي وانا والله ما هسكت للي اسمه جمال ده، معقوله يضحك عليا وانت كمان؟ قلت له لو مش عاجبك طلقني. وبعدها نزل. وفي بيت قديم كانت قاعده حبيبه، وكانت طالعه على السلم سلمى. قالت ايه ده؟ مين اللي تحت السلم؟ خرجت حبيبه وقالت لها ارجوكي وطي صوتك، انا مش هعملك اي حاجه، انا بس مش عارفه اروح فين. البنت قالت لها انت مين وازاي قاعدة هنا؟ قالت لها انا مش فاكرة اي حاجة ومش عارفة انا فين. البنت قالت لها انت شكلك بنت حلال، تعالي معايا فوق طيب. وفعلا طلعت معاها. امها كانت واقفة وقالت لها ايه يا بنتي، عمالة ارن عليكي ومش بتردي ليه؟ انت معاكي ضيوف ولا ايه؟ قالت لها اه يا ماما، تعالي يا حبيبتي ادخلي. وبعدها دخلت وخرجت لمامتها وقالت لها اعملي يا ماما بسرعة الاكل. قالت لها هو في ايه ومين دي وبتعمل ايه هنا؟ البنت قالت لها معرفش يا ماما، انا لقيتها قاعدة تحت، بصراحة شكلها غلبان قوي. قالت لها هو انت يا بنتي هتفضلي هبلة كده جايبه لنا واحدة من الشارع ومطلعها لنا هنا البيت؟ راحت البنت قالت لها طب ممكن يا ماما بس تسكتي دلوقتي ارجوكي وبعدين نبقى نكمل كلامنا، اعملي الاكل بسرعة. وبعدها دخلت لحبيبة. حبيبة بنتي قالت لها انا اسفة والله، انا عارفة ان انا عملتلك مشكلة بجد، انا مش لاقية اي مكان اروحه. البنت بصت لها وقالت لها اسمعيني كويس قوي، انا دكتورة امراض نفسية واقدر ابص في عين اي حد اعرفه كذاب ولا لا. بنتي قالت لها ولما شفتيني عرفتي انا ايه؟ قالت لها كدابة بس شكلك غلبانة. هو انا مش فاهمة ايه حكايتك بالظبط، بس قلبي بيقولي انك بتكدبي وانتي عارفة كل حاجة عن حياتك. بنتي قالت لها دي حقيقة، انا هقولك على الموضوع كله. اما انا بقى كنت نايمة في شقة العريس بالفستان في الصالة، وهو دخل وقال لي انتي ما تقومي يا ست انتي، مالك نايمة كده ليه؟ قلت له ايه ده؟ انت جيت؟ معلش انا كنت قاعدة وعيني راحت في النوم. قال لي هو مفيش اي عنوان تاني للنصاب اللي اسمه جمال ده؟ والله العظيم ما هسيبه.
قلت له انا موافقة تطلقني ومش عايزة منك المليون وكل واحد يروح لحاله. قال لي اه وماله، والمفروض ان انا اصدقك كده بقى. بقولك ايه، انا مش هسيبك تمشي الا لما اعرف النصاب ده فين واخد منه كل فلوسي. قلت له خلاص براحتك بقى، خليك دور عليه وانا كده مراتك مش خسرانة حاجة. قال لي ده اكيد لعبة انت بتتفقي معاه عليها مش كده؟ قلت له والله ولا لعبة ولا حاجة، بس كل اللي كان يهمني ان بنتي ما تتجوزش واحد هي مش عايزاه. قال لي وانا والله ولا هسيبك ولا هسيبه. امي بقى ادخلي جوه، مش عايزة اسمع صوتك. فعلا دخلت الأوضة وفضل قاعد في الصالة. وفي شقة سهام كانت قاعدة مع بنتي. قالت لها مش قادرة أصدق يعني عمك يعمل فيكي كده، إزاي؟ حبيبة قالت لها اللي يهمه الفلوس وبس، آخر حاجة ممكن يفكر فيها هي أنا. بس بصراحة أنا خايفة على ماما قوي. البنت قالت لها طيب ما تبلغوا عنه يا بنتي وتعيشوا حياتكم طبيعي. بنتي قالت لها مش هينفع دلوقتي، ماما قالت لي إياكي إن أنا أروح ناحية البيت لأن عمي أخد فلوس كتير من العريس. البنت قالت لها على العموم خليكي قاعدة معانا هنا، بس احنا مش عايزين مشاكل لحد ما تشوفي ناوية تعملي ايه. حبيبة قالت لها كتر خيرك والله، أنا مش عارفة أشكرك ازاي. وفعلا حبيبة فضلت قاعدة معاهم. وفي يوم كانت أم البنت واقفة في المطبخ والبنت بتقول لها يا بنتي حرام عليكي، تعالي انزلي هاتي الفطار بسرعة أخوكي هيصحى وأبوكي كمان. دخلت حبيبة وقالت لها صباح الخير يا طن، هي بنتك لسه بتلبس، ممكن أنا أنزل أجيب الفطار عادي؟ قالت لها هتروحي فين بس؟ هو أنت تعرفي حد هنا يا حبيبتي؟ قالت لها اه، أنا نزلت قبل كده أنا وسهام، ما تخافيش عليا، هنزل أجيب الفطار وأطلع على طول. قالت لها طيب خدي بالك من نفسك. وبعدها نزلت ودخلت سهام المطبخ. ماما هي الشبكة بتاعتي فين؟ انا عمالة ادور عليها في الدولاب ومش لاقيها خالص. قالت لها وانا ايه يا بنتي اللي خلاني اعرف مكان شبكتك؟ انت اللي بتشيليها بايديكي كل مرة، دوري عليها كويس. قالت لها يا خبر ابيض يا ماما، علبة الدهب فاضية، الشبكة راحت فين بس؟ قالت لها وحبيبة نزلت من البيت. ده انا يا بنتي اللي انا كنت خايفة منه شكله حصل، ربنا يسترها بقى. سهام قالت لها تفتكري هي اللي اخدتها؟ ودخل اخو سهام وقال لها احسن تستاهلي، علشان فتحلنا البيت سبيل ومدخلنا فيه اي حد، اشربي بقى يا هانم اما انزل ادور عليها. سهام قالت له انا خايفة قوي يا ماما، ده خطيبي هيزعل قوي. حبيبة بنتي رايحة في الشارع وفجأة لقاها اخو سهام. قال لها تعالي هنا، رايحة فين؟ قالت له في ايه مالك؟ رايحة اجيب فطار. هو في ايه حصل؟ في حاجة حصلت ولا ايه؟ قال لها اه عندنا مش عايزين يفطروا، تعالي يلا اطلعي عايزينك فوق. قالت له تمام. وبعدها طلعوا وكانت سهام قاعدة هي وامها. سهام قالت لها اول ما شافت بنتي قالت لها كنت فين وفين الذهب بتاعي اللي انا كنت شايلاه في الدولاب؟ حبيبة قالت لها خبر، يا خبر ابيض، دهب ايه بس؟ والله ما اعرف حاجة عنه. الام قالت لها اسمعي يا بنتي، ارجوكي الدهب ده احنا مش معانا نجيب غيره، ارجوكي رجعي الدهب. بنتي قالت لها والله العظيم يا طن ما خدت حاجة وربنا يعلم. في الوقت ده ابو سهام خرج وقال انزلي يا بت هاتلنا الفطار. اخو سهام قال له تنزل فين يا حاج؟ دي سرقة دهب ب50,000 جنيه. قال له اسكت انت، انا لقيت الدهب في الحمام خلاص، انزلي يا بنتي يلا عايزه اكل قبل ما اروح الشغل. طيب. حبيبة قالت له انا اسفة لحضرتك بس انا ماشية مش هقدر ارجع هنا تاني، الحمد لله الدهب معاكم يعني كده انا خلاص. قال لها انزلي مع صاحبتك يا سهام تجيبوا الفطار وترجعوا على طول. سهام قالت له يا بابا انا مش فاهمة حاجة، دهب ايه اللي كان في الحمام؟ قال لها ابوها الحوار خلص مش عايز كلام تاني، يلا انزلي. وبعدها نزلوا. في الوقت ده
اخوها كان عمال يتكلم وبياخد نفسه بالعافية وبيقول: هو انت لقيت الدهب في الحمام فعلا يا بابا؟ مسكه ابوه قال له: على اخر الزمن يا ابني، حرامي، شفتك وانت خارج من اوضة اختك امبارح وكنت شاكك فيك، بس ما جاش في بالي انك ممكن تعمل كده. قالت له امه: سيب الواد، ما ينفعش كده. قال له: انت عملت كده ليه يا واد؟ انت قولي. في الوقت ده اخو سامح عيط وقال له: غصب عني والله يا بابا، انا كان معايا عربية صاحبي وخبطتها له وهو عايزني اصلحها على حسابي. قال له: تروح تاخد دهب اختك؟ انت متعرفش انا هعمل فيك ايه. قال له: ارجوك سامحني يا بابا، انت عارف ان انا يعني مش حرامي، وحقك عليا والله ما تتكرر تاني. قال له: تليفونك يتباع وتجيب لي فلوسه وهكمل عليه ونصلح العربية، ولمدة اسبوع مش عايز اشوف وشك في الشقة، انت سامع ولا لا؟ وهتفضل في اوضتك. قال له: حاضر يا بابا. اما انا في شقتي كان نازل عليا العريس وقلت له: رايح فين؟ قال لي: وانتي مالك؟ بقولك ايه، هو انت فاكره نفسك مراتي بجد ولا ايه؟ انت هتفضلي هنا لحد اما اشوف لي اللي اسمه جمال ده. قلت له: حاضر، ايه اللي تشوفه. في الوقت ده التليفون بتاعه رن. قال له: ازيك يا حسن يا حبيبي، عامل ايه؟ قال له: يعني انا اعرف ان انت رجعت وكمان اتجوزت من غير ما تعزمني؟ قال له: حقك عليا يا حبيبي. قال له: اعمل حسابك ان انا جاي انا ومراتي نبارك لكم النهارده في شقتك. قال له: شقتي؟ اقصد يعني لا، تعالى نخرج احسن. قال له: ايه يا عم، انت بخيل ولا ايه؟ خلاص، تعالى انت اتغدى معانا. قال له: لا، ازاي تقول كده؟ تعالى يا حبيبي، نور في وقت. قال له: ازاي تقول كده؟ تعالى يا حبيبي في اي وقت. وقفل معاه وقال لي: اتصرف ازاي انا دلوقتي؟ قلت له: انت لو عايز تقول لهم ان مراتك في المستشفى وتعبانه شويه مفيش مشكله. قال لي: انا مش عايزه اسمع صوته، خلاص منك لله انت وبنتك وجمال، اوعي كده من وشي. وبعدها نزلت الكوافير، صبغت شعري وحطيت ميك اب وشكلي اتحول 180 درجة علشان ما يبانش ان انا اكبر منه. دخلت المطبخ وعملت الاكل ورجع من بره. دخل المطبخ وقال لي: اسمعي يا اللي اسمك ايه؟ ايه اللي انت عاملاه في شكلك ده؟ قلت له: بصراحة انت ما تستاهلش اللي حصل معاك، ولازم على الاقل يعني لو زمايلك جم يشوفوني بأحسن صورة، ده لو انت ناوي يعني توريني ليهم. قال لي: هو انت ازاي اتحولتي كده؟ ده انت شكلك صغر وبقى اصغر مني. قلت له: الميك اب بيعمل معجزات، المهم اصحابك قدامهم قد ايه وييجوا. قال لي: هتصل بيهم واشوف هما فين، بس بجد انا بشكرك على اللي انت عملتيه ده. وبعد شوية فعلا جم صاحبه ومراته وقالوا له: الف مبروك يا عريس، وخلاص عيلته واتجوزت، مش قادرين نصدق ان انت اتجوزت وكلام زي كده. قال لهم: تعالوا اتفضلوا، زيكم عاملين ايه؟ ودخلهم وقالوا له: والله احنا زعلانين منك يعني ان انت اتجوزت واحنا عرفنا من بره. قال لهم: معلش الظروف، ما تزعلوش مني، اتفضلوا. بعدها خرجت من المطبخ وقلت لهم: مساء الخير يا جماعة، منورين، اتفضلوا السفرة جاهزة. طبعا مرات صاحبه اعجبت بيا وقالت له: عروستك زي القمر، اهلا بيكي يا حبيبتي. فعلا قعدنا على الاكل والكل كان مبسوط. بعدها اكلوا ومشيوا. وبعدين جوزي نزل معاهم وبعدها طلع. قلت له: انت طبعا معرفتش تاكل معاهم، احط لك الاكل. قال لي: هو انا عايز اعرف بس، انت استحملتي مني الكلام اللي انا قلته لك ده علشان خاطر ايه؟ بجد يعني انا كلمتك باسلوب وحش قوي. قلت له: والله العظيم انا مش عايزه مشاكل بجد، عارفه ان انت ملكش ذنب في اللي حصل ده، كل اللي حصل ده بسبب جمال، وانا بقول لك طلقني ومش عايزه منك حاجه، وتقدر لما تقابله تاخد فلوسك منه. راح مطلع علبه قطيفه وقال لي: اتفضلي، انا جبتلك الاسوره دي بس عشان اللي حصل النهارده. قلت له: انا مش عايزه اي حاجه، شكرا، بعد اذنك انا داخله انام. مش عارفه ليه كان جوايا احساس صعب قوي، حسيت ان انا حبيته. ايوه، قلبي كان مشدود له معرفش ليه. اما في شقه سهام وكانت بنتي قاعده، ودخلت سهام وقالت لها: يا حبيبه، هو انت تفضلي قاعده في الاوضه كده يا حبيبتي؟ انت هتفضلي حابسه نفسك كده؟ حقك علينا، ما تزعليش مننا في اللي حصل، والله انت ما تعرفيش احنا معناش فلوس يعني نسدد تمن الشبكه دي.
حبيبة قالت لها والله انا مش زعلانة منكم، بس بجد بقيت حاسة ان انا ما ينفعش اقعد في البيت ومحدش يعرفني فيه، لاني خايفة تحصل حاجة زي كده. قلت لها مفيش حاجة هتحصل بإذن الله، يلا بقى علشان أهل خطيبي جايين وقاعدين برا. حبيبة قالت لها طيب أنا هخرج بمناسبة إيه يعني؟ انتي هتقولوا لهم أنا قالت لها هقول لها قريبتها من البلد، تعالي يا حبيبتي ما تقعديش لوحدك كده. بعدها بنتي خرجت. سهام قالت لها تعالي لما أعرفك على خطيبي. قالت لها خليكم انتوا قاعدين بقى هنا وأنا هدخل الأوضة أسلم على مامة خطيبي. خطيبها سأل قال لها أهلا وسهلا بك يا أنسة حبيبة، انتي قريبتهم صح؟ راحت سهام قالت له اه قريبتنا من بعيد، انا هقوم اجيب لكم الشاي والكيكة وارجع على طول. حبيبة قالت لها خليكي انتي وانا هروح اجيبهم. سهام قالت لها لا لا لا، وبعدها دخلت. خطيب سهام راح قايل لها هو انت بتدرسي ايه بقى؟ قالت له لا انا خرجت من تالتة اعدادي، كنت شغالة في مصنع ملابس ويعني بعرف ان انا اخيط وبروفالات وحاجات زي كده. قال لها معقول انت تعرفي ان انا فاتح ورشة ملابس صغيرة؟ بجد كنت بدور على حد. المهم قالت له بس انا بعتذر لك، اصلا انا مش هقعد هنا كتير يعني، ده وقت قليل. قال لها شهر رمضان قرب وانا كنت محتاج حد بس معايا لحد العيد، ايه رأيك؟ ايه رأيك ان انت تنزلي معايا وهعمل لك مرتب كويس في الوقت ده؟ سهام جت وقالت له تنزل فين؟ قال لها يا بنتي حرام عليكي، مش انت عارفة ان انا بدور على حد يقعد لي في المكان؟ ما قلتليش ليه ان حبيبة شغالة الشغل ده؟ قالت له اصل انا ما سافرتش البلد قبل كده وما كنتش اعرفه، وانتي فعلا بتشتغلي الشغل ده؟ قالت لها اه بس فترة قليلة يعني، بس انا زي ما قلت لحضرتك انا مش عارفة قاعدة هنا وقت قد ايه، فمش هقدر انزل، فانا بعتذر بعد اذنكم. قال لها اقنعيها يا سهام بجد علشان خاطر انا محتاج حد جدا. دخلت سهام بعد ما الناس مشيوا وقالت لحبيبة هو انت ليه مش عايزة تشتغلي معاهم؟ على فكرة انا خطيبي حد محترم جدا. قالت لها انا عارفة بس انا مش عايزة اغلط بلساني قدامه واجيب لكم مشاكل، انا محتاجة يكون معايا فلوس. قالت لها لا ما تشيليش هم الموضوع ده، خطيبي اصلا مش فاضي يتكلم معاكي كتير. قالت لها تمام لو كده انا موافقة ان انا انزل الشغل معاه. وفعلا نزلت الشغل معاه وكانت مبسوطة في الأول. وفي يوم بعت لها خطيبها ودخلت وهو كان جايب الفطار على المكتب وقال لها تعالي انا ما فطرتش وجايب لك فطار علشان نفطر سوا. المهم بقى هنفطر وبكرة رمضان، كل سنة وانت طيبة. حبيبة قالت له انا اسفة والله بس انا ورايا شغل كتير ومش هينفع اسيبه. قال لها بطلي كلمة يا استاذ دي، انتي عمالة تقوليها كتير، وتعالي يلا بقى نفطر سوا ما تبقيش رخمة، انتي ليه متحفزة كده؟ قالت له المفروض اقول لحضرتك ايه يعني؟ قال لها اقعدي بس ناكل وبعدين نبقى نشوف هنقول ايه. وبعدها قعدت وقال لها صحيح هو فين اهلك باباكي ومامتك والناس دي؟ قالت له في البلد وانا حابة ان انا اقعد هنا، وسهام صممت ان انا اقعد عندهم. قال لها احلى حاجة عملتها سهام علشان اشوفك، يلا كلي. وبعدين فضلت تاكل وهي مش مرتاحة لنظراته. وفي شقة العريس اللي كان جايبه عمها، فانا كنت قاعدة ولقيته دخل بكرتونة ووقفت وقلت له هو انت اتأخرت بره ليه والكرتونة اللي معاك دي فيها ايه؟ قال لي كل سنة وانت طيبة، بكرة رمضان وانا عديت وجبتلك اسدال الصلاة وجبتلك فانوس وشوية يميش لرمضان، بالنسبة للناس اللي مش عارفة يميش اللي هو المكسرات وكده. قلت له وانت طيب وبألف خير، بجد تعرف انا محدش عمل معايا كده من زمان. قال لي انا عايزك تسامحيني على اللي انا قلتهولك بجد، هو انا كنت واخد بنتك علشان شكلها بس كان حلو يعني، بس اكتشفت ان انتي احلى منها بكتير، كفاية طيبة قلبك. قلت له انا مش فاهمة كلامك، كنت تقصد ايه بالظبط؟ قال لي اقصد ان انا عايزك تبقي مراتي وانا ابقى جوزك بجد، سامحيني على اي حاجة حصلت مني وتقبليني زوج ليكي. قلت له هو انا مش مصدقه الكلام اللي انت بتقوله ده، بس بجد انت كويس برضو تستاهل الف خير. قال لي خلاص تمام، تيجي نحضر السحور سوا.
عايزين نتسحر بدري. قلت له تمام. وفي مكتب خطيب سهام قاعد وبعت لحبيبة وقالت له خير في ايه؟ انا كنت ماشية وقالوا لي ان انت حضرتك عاوزني في حاجة في الشغل. قال لها اه تعالي اقعدي انا عايزة اتكلم معاكي شوية. قال لها بصراحة مش عارف ايه اللي حصل لي من يوم ما شفتك، بجد انا حبيتك قوي. حبيبة قالت له ايه الكلام الفارغ اللي انت بتقوله ده انا قريبة خطيبتك، مش خايفة اروح اقول لها؟ قال لها على المكتب قال لها اسكتي، مش انا عرفت كل حاجة، انك مش قريبتها وانك واحدة من الشارع، وانا مستعدة اتجوزك عرفي وهخليكي ملكة في الوقت ده. دخلت سهام وقالت له ايه الكلام الفارغ اللي انت بتقوله ده؟ قربت منها وقالت لها والله العظيم يا سهام انا مالية ذنب ومعرفش ايه الكلام اللي هو بيقوله ده. قالت لها فاهمة، بس يا سهام انت فاهمة الموضوع غلط. هو انت فاكرة انا ممكن ابص لواحدة جاية من الشارع؟ قلعت دبلتها وقالت له انا كنت غلطانة لما فكرت ان انا اتخطبت لواحد زيك. وتليفون حبيبة رن. قلت لها ايوه انا مامتك ومش قادرة اعيش من غيرك، ارجعي بقى. قالت لي طب والعريس اللي كان جايبه عمي؟ قلت لها انا هفهمك على كل حاجة بس انت ارجعي، هتجيلي على العنوان اللي هبعتهولك على الواتس ده. وبعدين حبيبة رجعت لي. وبعدين سهام كلمتها وقالت لها سامحيني على اللي انا عملته. قالت لها ان اخويا اعترف بكل حاجة، هو اللي خلى خطيبي يعمل كده. وقالت لها اهم حاجة انك تكوني اتأكدتي ان انا ما عملتش اي حاجة وعمري ما بص لخطيبك والله. وبعدها تم فرح سهام وكلنا حضرنا وتعرفنا على عيلة وبقينا حبايب، بقينا نروح ونيجي عند بعض. وبعد وقت يتقدم اخو سهام لحبيبة بنتي، في الاول كانت رافضة بس بعد ما عرفت انه اتغير ونشت حياة سعيدة مع العريس. اه انا كنت اكبر منه شوية بس برضو مفيش مشكلة، هو حنين. وبكده تكون خلصت قصتنا، واستنوني في قصة جديدة. وشكرا متابعين الكرام لأي حد فيكم وصل معايا لغاية هنا، وشكرا.